تهنئة الخطيب برئاسة النادي. والأهلي يدعو نجوم الكرة العربية للمشاركة أمام أتلتيكو مدريد. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه مساء أمس الاثنين برئاسة الكابتن محمود الخطيب تفويض المكتب التنفيذي للنادي في اتخاذ القرارات العاجلة في الشؤون المالية. وأكد المهندس عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة بأن جلسة المجلس ممتدة للأسبوع القادم بمناسبة دعوة رئيس النادي لزيارة الإمارات لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم 16 من ديسمبر الجاري بمدينة أبو ظبي. نتابع في تقرير تالي قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي. أشكر حضراتكم على صبركم وانتظاركم علشان نرسخ مع بعض تقليد هيستمر معانا بإذن الله ما دام في العمر بقية، إن قرارات مجلس الإدارة تتخذ من خلال متحدث رسمي، وعقب انتهاء الجلسة مباشرة زي ما كنا بنعمل زمان. المجلس يخلص أخذ المتحدث الرسمي ياخد القرارات ويعلنها على حضراتكم في ذات الوقت. بالنسبة للقرارات التي اتخذت، بدأ المجلس بتهنئة من الكابتن محمود الخطيب، هنأ فيها أعضاء المجلس بثقة أعضاء الجمعية العمومية، وقرأ الخطاب اللي وصل باعتماد تشكيل المجلس والذي قدمه المدير التنفيذي، واستهل الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على روح الفقيدة العزيزة بنتنا حبيبة اللي راحت ضحية حادث سير. ثم بدأ أيضا في الحديث عن تقاليد العمل مع السادة الأعضاء داخل المجلس وحدود العمل، ومن ضمنها الإدلاء بالتصاريح والحاجات دي. القرارات، أهم قرار اتخذ النهاردة، كل أعضاء مجلس الإدارة سلموا المحمول بتاعهم واتحط في دولاب خاص وقد أغلق، علشان مزيد من التركيز ومزيد من يعني كنقطة بتوضح ان مفيش فرصة ان حد يتقول على المجلس ان حد سرب حاجة. نمرة 2، أحيط طبعا قلت المجلس بخطاب اللجنة الأولمبية، وبعدين تم تفويض السيد رئيس المجلس في شؤون كرة القدم، وله أن يعني يشكل لجان إذا كان يرى هذا الأمر، تفويضه في هذا الأمر، وأيضا اتخاذ القرارات اللي ليها صفة العجلة أو العجالة. يعني افرض حاجة محتاجين ناخد فيها قرار النهاردة أو بكرة الصبح بالكتير، جواب عايز يتمضي، مش معقولة هيلحق يعمل اجتماع ويواجه الدعوة كده. وبعد كده طبعا هو له الآليات انه هيتصل بالتليفون مع الناس، لكن له حق اتخاذ القرارات في المواضيع العاجلة. تم اعتماد المتحدث المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي عن مجلس الإدارة، وشرفني المجلس بهذا التكليف واعتبارا من اليوم. تم تشكيل 3 لجان، لجنة قانونية برئاسة المستشار محمود فهمي. طبعا المدير التنفيذي عضو في جميع هذه اللجان، يعني ال3 لجان اللي هقولهم هو المستشار، أو ال4 لجان المدير التنفيذي بحكم منصبه هو عضو في هذه اللجان، وله كل رئيس لجنة له أن يستعين بمن يراه يشكل اللجنة اللي تعجبه، يعني الأعضاء اللي هو يرى أنهم يفيدوه في هذا الأمر. المدير اللجنة القانونية معنية ببحث كل القضايا المقدمة أو من النادي أو ضد النادي.
اختار كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في مقر النادي بالجزيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وتواجد أبو ريدة في ضيافة الخطيب بمقر النادي بالجزيرة لتهنئته برئاسة النادي الأهلي وفوز مجلسه في انتخابات النادي الأخيرة والتي أقيمت يوم 30 من نوفمبر الماضي. ووجه رئيس النادي الأهلي الشكر لأبو ريدة على تهنئته الشخصية والرسمية لمجلس إدارة النادي الأهلي والذي فاز في انتخابات النادي، مشددا على أن النادي الأهلي يسعى ممثلا في مجلسه الحالي لاستغلال هذه الروح الطيبة بمد جسور التعاون والعمل المشترك بين الطرفين لمصلحة الكرة المصرية. وشدد أبو ريدة في جلسته مع الخطيب على سعادته بالاستقبال اللائق والحفاوة والذي لقيها في ضيافة النادي الأهلي، متمنيا التوفيق لمجلس الأهلي برئاسة الخطيب في المرحلة المقبلة وأن يستمر الأهلي في دوره الوطني والرياضي في مصر. وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الدعوة ل6 لاعبين عرب للمشاركة مع الأهلي في مواجهة أتلتيكو مدريد يوم 30 ديسمبر الجاري، والتي تقام تحت شعار السلام على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وتضمنت دعوات نادي الأهلي اللاعبين 6 وهم: فهد المولد لاعب اتحاد جدة السعودية، أحمد خليل لاعب الجزيرة الإماراتي، عمر عبد الرحمن عموري لاعب العين الإماراتي، وإسماعيل مطر لاعب الوحدة الإماراتي أيضا، وسيد ضياء الرفاع من البحريني، وإسماعيل عبد اللطيف لاعب المحرق البحريني. عقد كابتن حسام البدري المدير الفني للأهلي جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل ميران اليوم بملعب التتش بالجزيرة للتأكيد على أهمية التركيز فيما هو قادم بدءا من مباراة طنطا والمقرر لها الجمعة المقبلة في الأسبوع 13 للدوري. وطلب المدير الفني من لاعبيه نسيان الخسارة الأخيرة أمام المقاصة والاستفادة جيدا من دروس الهزيمة الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم وتدارك أي أخطاء مستقبلا. بدأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجري منفردا على هامش الميران الصباحي والذي أقيم صباح اليوم. وأجرى الشناوي أشعة سونار على العضلة الضمة أمس أكدت احتياج اللاعب لمزيد من التأهيل والوقت قبل انتظامه في التدريبات الجماعية، فيما كان الشناوي قد غاب عن مباريات الفريق الفترة الماضية بسبب إصابته بشد في العضلة الضمة. خاض حسام عاشور وعلي معلول لاعبا الأهلي تدريبات بدنية منفردة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق، بينما غاب الثنائي عن التدريبات الجماعية للأهلي وذلك وفقا لبرنامج بدني حدده الجهاز الفني بقيادة البدري لكل منهما. وكان عاشور يعاني من إجهاد عضلي عام غاب بسببه عن مباراة المقصة الأخيرة، بينما يؤدي معلول تدريبات قوية للعضلات بسبب غيابه فترة عن التدريبات للإصابة. واكتفى أكرم توفيق لاعب وسط الفريق بأداء تدريبات تأهيلية على هامش الميران الجماعي في ظل معاناته من إجهاد خفيف، ولم تتحدد بعد مدى قدرة اللاعب على اللحاق بمواجهة طنطا يوم الجمعة المقبل بالأسبوع 13 لبطولة الدوري الممتاز.
بدأ سعد الدين سمير لاعب خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته التأهيلية على هامش ميران الفريق اليوم الثلاثاء. وأدى سعد تدريباته التأهيلية الجهة الجنة بسبب معاناته من الإصابة بجزعة في الرباط الداخلي للركبة. سريعة والعرضية جميلة راسية يحيى الأهلي يحيى الأهلي يا عماد يا متعب يا عماد يا راجل البطولة رقم 20 بإذن الله القارية في تاريخ النادي الأهلي والبطولة رقم 130. الأهلي إصرار الأهلي دايما بيلعب حتى الثانية الأخيرة. متعب تسلم لي ايديك والله تسلم لي رجليك والله تسلم لي دماغك تسلم لي كل حتة فيك يا عماد يا متعب يا نجم يا كبير. الخطورة من وليد وادي العرضية تعدي المتعب عمرو بركات في بطولة ودية مش ممكن تكون في بطولة ودية. الفرحة على من عمرو بركات لمسة من عماد متعب. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن عماد متعب غاب عن التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم بسبب مرضه، مشيرا إلى أن اللاعب أخطر طبيب الفريق خالد محمود بشكواه من